أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم من الأولين والآخرين ومن ساندهم ومن أزرهم ومن دافع عنهم ومن تولهم ومن حبهم فاحشره اللهم معهم في نار جهنم بحق محمد وآل محمد. اليوم سوف نتحدث عن أمر ربما يغفل عنه الكثيرون، ولكنه أمر خطير جدا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. كل يعني الرسول والمؤمنون آمنوا بإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يبقى في 4 شروط: أن تؤمن بالله والملائكة والكتب وليس الكتاب، الكتب كلها والرسل كلها. في طبعا نقطة خطيرة جدا، وهي إن الدجالين الذين يطلق عليهم بقى مشايخ أو معممين أو غيره، كلهم لا ينوهون عن هذا الأمر. من فترة من عدة سنوات كنت ماسك مشروع، وكان معايا زميل مهندس مسيحي، فقال لي جملة. الكلام ده يمكن من نحو 20 سنة تقريبا. فقال لي جملة، قال لي: يا أخي، انت الدين بتاعكوا دي كويس، بس في آية واحدة أنا مش مستسيغها في الدين. قلت له: آية إيه؟ قال لي: إن الدين عند الله الإسلام ومن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قلت له: أنت إيه اللي مزعلك من الآية دي؟ قال: يعني أنتوا الوحيدين اللي هتخشوا الجنة وبقية الأمم كلها هتخش النار. قلت له: مين اللي فهمك كده؟ قال: المشايخ بتوعكم هم اللي بيتكلموا يقولوا كده، يعني الدين عند الله الإسلام، يعني إحنا الإسلام، يعني إحنا الدين، أي حاجة تانية باطل، خلاص انتهى الموضوع. قلت له: يا حبيبي لا، كل من آمن بالله فهو مسلم من آدم إلى محمد إلى قيام الساعة. عندنا برضو في القرآن: ووصى بها يعقوب بنيه. وعندنا إذ حضر يعقوب الموت وقال لبنيه ماذا تعبدون من بعد؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. الإسلام ليس قاصر على أمة محمد. ولو كلمنا عن المسيحيين نقول المسيح، وأتباع موسى نقول مساويين، يبقى أتباع محمد محمديين، لكن كله إسلام. بعض الناس برضو المسيحيين وكده أو اليهود يقول لك: احنا هنسيب المسيحية ونروح للإسلام. انت لو سبت المسيحية ما تبقاش مسلم أصلا. أنا عشان أبقى مسلم لازم أكون مآمن باليهودية ومآمن بالمسيحية ومآمن بالإسلام ومآمن بكل الديانات اللي قبل كده كمان. رسول الله لما حب يبسط لنا المسألة وبينها قال إيه؟ كرجل بنى بيتا فجمله وزينه إلا موضع لبنه، مكان طوبة بس ولا مفتوح كده، بقية البيت كله
مبني ومتزين ومتروق واخد جمال. فأخذ الناس ينظرون إليه ويتعجبون من جماله ويقولون ما أجمله ما أعظمه لولا هذه اللبنة. ناقص بس الطوبة دي تتحط يبقى كمال 100. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الدين بيت متكامل. اللي هيجي من المسيحية للإسلام هيتن على مسيحيته، لكن هيترقى إنه ياخد درجة أعلى بالإسلام. اليهودي اللي هينتقل من اليهودية أو هياخد المسيحية مع اليهودية مش هيسيب يهوديته، لا، ده هيرتقي مع اليهودية بالمسيحية. عاملة بالظبط زي ما أنا قلت قبل كده، إن هي كأن واحد بيدرس في المدارس والكليات وكده. واحد اكتفى بإنه خد الابتدائية وتنه واقف عليه، وواحد لا كمل وخد الإعدادية، وواحد كمل وخد الثانوية، وواحد كمل وخد بكالوريوس. الأشكال دي كلها، هل اللي خد البكالوريوس ما خدش ثانوية؟ لا، خد الثانوية. طب ما خدش إعدادية؟ لا، خد الإعدادية. ما خدش ابتدائية؟ خد الابتدائية. يبقى خدهم كلهم. إنما التاني جه لحد الإعدادية مثلا ووقف، ده اليهودي مثلا جه لحد الإعدادية ووقف وقال لك لا، ما أنا هاخد لا ثانوي ولا كلية. وبتاع المسيح جه لحد الثانوية ووقف قال لك لا، مش هكمل أنا، مش هدخل كلية. هي دي الوصف الصح. مفيش يهودي هيتبع محمد صلى الله عليه وآله وهيسيب موسى. لا، ده انت هتبقى متبع موسى، متبع عيسى، متبع محمد. عيسى لما جه لبني إسرائيل قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أنا جاي علشان أخفف عليكم، ما جئت لأهدم شريعة موسى، لا، أنا جاي أصحح الأخطاء اللي انتوا حطيتوها في الشريعة. أنا جاي أصحح الأخطاء اللي انتم حطيتوها في الشريعة ظلما وزورا وبهتانا، مش جاي أهد. مفيش نبي أو رسول بيجي عشان يهد اللي قبله يقول أنا بس، لا، كل واحد بيكمل على اللي بعده. زي ما قلنا قبل كده اهو، لو هو خد الإعدادية، لو جه عشان ياخد الثانوية يقول لا، أنا هلغي شهادة الإعدادية واكتفي بالثانوية. أنت لو ما معكش الإعدادية ما تاخدش الثانوية أصلا، يبقى شهادة الثانوية بتاعتك مزورة. والتاني مثلا المسلم يقول لك أنا هلغي الثانوية واكتفي بالبكالوريوس. أنت لو ما معكش الثانوية مش هتاخد البكالوريوس أصلا، يبقى الشهادة اللي معاك باطلة ومزورة. الدين بيت متكامل. لو الفهم الصح ده وصل للناس المسيحيين واليهود وأصحاب الديانات، صدقوني الغالبية العظمى منهم هيجوا وهيتبعوا محمد صلى الله عليه وآله. ليه؟ لأنه مش خسران حاجة، ده هيكسب حاجة. أنا ما بقولوش ارمي اللي معاك وتعالى خد ده، لا، ده هات اللي معاك زي ما هو وتعالى خد دول فوق منه. اكسب مكسب فوق المكسب اللي معاه. زي بالظبط كأنه واحد معاه شوال دقيق، وانا بقول له خلي الشوال الدقيق معاك زي ما هو وتعالى خد الكتف اللحمه دي فوق منه. عادي، طالما شوالي معايا انا معاك يا معلم، مفيش مشكله. انما لو قلت له ارمي الشوال اللي معاك دي، شوال الدقيق اللي معاك دي اللي هو هياكل منه هو واولاده وكلام من ده،
وتاخد كتف اللحمه، يقول لك لا مانيش عايزه. ليه؟ لان شويه دي انا هاكل فيه كذا يوم، هقعد اخبز منه شهر مثلا واكل فيه انا واولادي، انما اللحمه انا اكلها في يومين ثلاثه ومع السلامه وخلصت. لازم الدعوه تكون للتراكم، للزياده، مش للإلغاء، مش للإلغاء. الكل لازم يفهم الصح، يفهم الدين صح. الدين بيت متكامل به كل الأنبياء وكل الرسل وكل الكتب السماوية، لبنة فوق لبنة فوق لبنة حتى اكتمل البيت بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله. فالمتبع عيسى فهو عنده البيت، لكن البيت ناقص، ناقص لبنة، ناقص طوبة، فيه فتحة مشوهة منظر البيت. احنا بنقول له لا تعالى خد اللبنة، خد الطوبة دي وحطها في البيت بتاعك علشان تكمل بيتك ويبقى بيتك مزين وجميل. اليهودي اللي توقف عند اليهودية عنده البيت لكن ناقص لبنات، لبنات اللي هي الأنبياء والرسل اللي هم جم بعد إيه؟ موسى. فالبيت بتاعه مشخرم، فيه لا فتحات كتير عايزة تتسد. يجي يآمن بعيسى ياخد الفتحة بتاعت عيسى تتسد، يآمن بمحمد الفتحة بتاعت محمد تتسد، يكتمل البيت ويتجمل ويتزين. فنحن ندعو للكمال وليس لهدم القديم واتباع فقط القديم. هذا ما أمكن، وإلى لقاء آخر، والسلام على من اتبع الهدى.